الأحسن اشتري سبيكة ولا استثمر في جنيه دهب؟ ده سؤال أنا شخصيا بتسأله كتير جدا، فأنا قلت أعمل لكم فيديو عليه. بص يا طويل العمر، في شوية حاجات لازم تبقى فاهمها قبل ما تروح تشتري دهب. اعرف إن السبائك الدهب بتكون عيار 24 أو زي ما بنسميها احنا 4 تسعات، أما الجنيهات الدهب فبتبقى عيار 21، وده العيار اللي أغلب الناس متعودة عليه في مصر أصلا. نيجي بقى للمصنعية، وناس كتير بيهمها النقطة دي. لو ناوي تشتري سبائك صغيرة زي الجرام والاتنين ونص، فانت بتدفع مصنعية كبيرة جدا وتقريبا بتقرب من 200 جنيه في الجرام الواحد. انما لو بتفكر في السبائك ال5 وال10 وال20، فدي المصنعية فيها بتكون اكتر من الجنيه الذهب. ودايما نصيحتي في النقطة دي لما بيجي حد يسألني وعايز يشتري ذهب، بقول له البادجت بتاعتك كام؟ لو البادجت دي تجيب له سبيكة 50 جرام فده اختيار موفق، لان السبائك من اول 50 جرام المصنعية بتاعتها تقريبا زي الجنيه. ولو فكرت تشتري بنفس الفلوس دي جنيهات، هتشيل كميات كبيرة من الجنيهات، فسبيكة واحدة اوفر لك في المساحة من كذا جنيه. انما لو البادجت بتاعتك صغيرة 30 40 100 في الحتة دي، لا خليك في الجنيهات، لان هتبقى اوفر لك كتير في المصنعية. ونصيحة من جواهرجي، بلاش السبائك الجرام والاتنين ونص، لان المصنعية بتاعتها في الاخر غالية جدا. فانا كده جاوبتكم بخبرة الجواهرجي. لو معاك فلوس كتيرة يبقى خليك في السبائك ال50، لو معاك فلوس قليلة خليك في الجنيهات. وبس كده. قولوا لنا انتوا بقى في الكومنتس، هتشتروا سبائك ولا جنيهات؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.